صباح الخير، صباح السعادة جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. يوم عادل في تاريخ الكرة المصرية. الحمد لله، الحمد لله. آه عملوا قطر السعادة فشربوها سادة. الحمد لله. لا يوجد مصدر للسعادة إلا النادي الأهلي، أعظم نادي في الكون. ما بنقولهاش كده ولا جزافا، ولا بنقولها بس لاننا مشجعين النادي الاهلي، لا، الاهلي اعظم نادي في الكون. الاهلي يا جماعه متحكم تماما تماما في سعاده جمهوره. يعني انا 80% من الشعب المصري الاهلي سبب سعادته. فدي حاجه تقول لك الاهلي ده عظيم قد ايه. ونادي، لا، نادي حاجه تانية، احنا حاجه تانية. الحمد لله، الحمد لله. امبارح يعني فعلا عدل ربنا نزل في اسوان ونزل في استاد القاهره. احتفال يا جماعه، ما احتفالات ايه؟ ما فيش حد يحتفل قبل ماتش ابدا ابدا. مفيش حاجه اسمها احتفالات قبل مباراه. عاملين يطلع المعلقين ويتكلموا عن قطار السعاده. قطار السعاده ايه؟ ايه قطار السعاده ده؟ في حاجه اسمها اأهل لعيبتي، ادخلهم في اجواء المباراه، مش ادخلهم في اجواء الاحتفال وادخل الجمهور في اجواء الاحتفال. ثقه مني طبعا في التحكيم. يعني هم لما عملوا كده كانوا واثقين جدا جدا، هم عارفين حكامهم، يعني هم عارفين باعتين مين وبيعملوا ايه. بس سبحان الله، حتى الحكم اللي هم اللي اختاروه ضربوه وشتموه وبهدلوه. بس ده يا جماعه يتحط تحت بند حماس زايد قوي. ليه؟ لانه خارج الارض. خارج الارض في دوله شقيقه. ايوه، الحقيقه كان امبارح الموضوع تحس انه كده، يعني الزمالك الممثل الوحيد لمصر تقريبا في القاره، يعني فكان بيلعب ماتش مع فريق في دوله شقيقه يعني. فسبحان الله ان اتقلب السحر على الساحر. فريق محترم، فريق اسوان، مدرب محترم، لاعبين محترمين جدا جدا جدا، لعيبه عارفه يعني ايه كوره، يعني ايه رياضه، يعني ايه تنافس. لعيبه نازله مذاكرين المباراه، مذاكرين الماتش، مذاكرين الفريق اللي قدامهم، مذاكرين الحكام الحقيقه يعني. وسبحان الله، يعني الحكم امين عمر عمل معاهم كل حاجه للزمالك ومع ذلك بيشتموه. هو انتوا ما حسبلكوش ضربه جزاء وهميه ولا ضربتين ولا لغى هدف لاسوان يعني المنافس، يبقى كده حكم مش كويس؟ عموما سبحان الله، يلا مش مشكله، من اعان ظالما. يلا خليكم بقى مع بعض كده، خبطوا واضربوا في بعض. امبارح الاهلي قدم مباراه محترمه جدا جدا تكتيكيا. كولر قال ان هو الحقيقه يعني السيناريو كان عامله كده بالظبط، ان هو يعني كان يحط هدف بدري ويستحوذ على المباراه لفتره، وبعد كده بقى يسيب لهم بقى الكره يلعبوا اجروا وراها. يلا، هو مذاكرهم صح جدا جدا. هما ما عندهمش الا غل بس، يعني هو بيراميدز فريق غل مش اكتر يعني. ما هو بقى صاحب المنافس التقليدي يعني. فهو عندهم شويه غل كده وخلاص بيطلعوه في ضربك. عبد الله سعيد كان لازم يطرد، رمضان صبحي كان لازم يطرد. شيء مأساة الحقيقه الاثنين، حاجه غير طبيعيه. السلوكيات بعيده عن كره القدم تماما، بعيده عن الرياضه. مش عارفه اقول ايه، بس مش مشكله يعني. المهم ان الاهلي كسب. كولر ذاكر الفريق كويس جدا، سابهم بقول لك يعملوا مجهود ويجروا ورا الكوره، يجروا ورا الكوره. والحقيقه في الاخر حقق هدفه، لا حقق 3 اهداف و3 نقاط. قول 3 نقاط دول يعتبروا 9 نقاط، انت خدت 3 وحرمت صاحب المنافس من 3، والمنافس نفسه خسر 3. فالحمد لله كانت امبارح، الحمد لله كان يوم عادل جدا جدا بجد. يوم كان بجد حاجه تخليك فرحان وواثق ان في ربك عدل. احنا طول عمرنا عارفين ان ربنا عدل طبعا يعني. ربك عدل فعلا. لما كانت كل الدنيا عماله تقول والاهلي خسر عشان ايه؟ عشان الزمالك بقى قد الاهلي وفرق بس الاهداف فخد يعني بقى في القمه يا دوبك ساعات يعني، والاهلي استردها تاني. فطلع الناس كلها بما فيهم للاسف بعض الاهلاويه شككوا في ان احنا ممكن يعني يبقى لنا مكان ويبقى لنا دور، وان الاهلي كده مش عارفه ايه، وقعدوا قطعوا في الفرقه. مع ان
انا عندي اصرار. احنا احسن فريق في مصر، وعندنا احسن لاعبين في مصر، وعندنا احسن مدرب في مصر، وطبعا بلا نقاش عندنا احسن اداره في مصر. فرغم حقد الحاقدين يعني وغل المنافسين، المهم مش هي دي برضو قصتنا. انا قصتي بقى والمهم قوي بالنسبه لي ان انا اشكر اللعيبه كلها. كل لاعب ادى امبارح. ما ينفعش حد يطلع يقول وفي لعيب اصله مش عارفه اثر يا جماعه، ما تتكلم في الفوز الكبير، في تحقيق هدف محترم. انا اسفه جدا يا جماعه والله ما انا ده الارض، في فوز كبير ومع فريق المفروض ان هو فريق عنده لعيبه بملايين الملايين. في الفوز مفيش حاجه اسمها ان انا اتكلم يعني فوز وفوز كبير ونتيجه كويسه جدا ونتيجه سبحان الله عادله. بقول لكم في يوم عادل استثنائي في تاريخ الكره او في الكام سنه اللي فاتوا دول في الكره المصريه يعني. لكن سبحان الله يعني لما تيجي بقى تتكلم يا جماعه، لما نيجي بقى نتكلم كل لعبتنا كانوا كويسين جدا. في اخفاقات، في لاعبين ما كانوش على قدر المسؤوليه، او مش على قدر المسؤوليه، ما كانوش في مستواه. مش مشكله، ما يجراش حاجه. الفوز يشفع للجميع، الفوز يشفع للجميع. لا يا جماعه لعيب تحس انه مختلف تماما. يعني لما بيرجع السولية الاهلي كله بيرجع، يعني تحس عظمه الاهلي بتبان، قوه الاهلي بتبان. الراجل ده ملك نص الملعب، انا شايفه انه ملك الملعب كله. فرد جميل جمهوره جدا. الجمهور لما هتف لليلى ربنا يشفيها يا رب، يا رب ربنا يشفيك يا ليلى. تحس ان فعلا ان السولية شارك جميل ده للجمهور، فطلع مخزون كبير جدا كان جوه السولية. كان ابداع في الماتش، ابداع بمعنى الكلمه يعني. فالسولية كان رائع. محمد هاني يا جماعه احنا انتقدناه كتير جدا جدا، انا واحده من الناس اللي انتقدته كتير جدا بجد. برافو عليك يا هاني، رجوله هاني، رجوله. مع الوقت والله هاني فعلا هيبقى فارق جدا جدا مع الفريق. واضح ان هاني بيشتغل على نفسه جدا جدا. الشحات اللي برضو ناس كتير انتقدوه كتير، الشحات راجع بقوه. هو ده حسين الشحات. دي لعيبه النادي الاهلي يا جماعه، هي دي لعيبه النادي الاهلي. معلول، لا ده خلص فيك، انا خلصنا فيك الكلام والله العظيم يا معلول، خلص فيك الكلام. انت ابن النادي الاهلي فعلا، حب ايه الاخلاص ده، وقوه وجري، وبيعمل كل حاجه في الكوره، بيعمل كل حاجه في الكوره. ديانج ده في حته تانية برضو يعني. ديانج ده لعيب من اللعيبه التقيله قوي 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 في الملعب. محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم امبارح صخره الدفاع بجد. انتوا يعني احنا انتقدناكم بس انتوا الحقيقه امبارح اثبتوا ان كنتوا كلكم كنتم على قدر المسؤوليه. كريم، حتى قفشه كان بعيد شويه بس برضو قفشه، شريف، سافيو. بصوا انا مش عايزه انسى حد يا جماعه. كل لعيبه النادي الاهلي امبارح كانت عظيمه، حتى اللي اخفق فيهم كان عظيم، كان له دور، اكيد كان له دور يعني. فكولر ذاكر صح قوي قوي الماتش، ادى مباراه تكتيكيه من كتير، من ساعه ما جه يمكن ما شفناش بيقدم مباراه تكتيكيه قوي كده. كولر، لعيبه الاهلي وكولر يا جماعه كان يهمهم ب3 نقط. في الشوط الاول لما جم ال3 نقط بالهدف ابتدوا يخافوا على ال3 نقط قوي، يعني فللاسف تراجعوا شويه، تراجعوا كتير يعني. بس يعني كولر قال ان دي كانت خطته بعد ما سيطروا خلاص على المباراه وعلى على الشوط الثاني كمان وحطوا الجون الثاني. لا الدنيا اختلفت، الاهلي ظهر جدا جدا. ان ده الاهلي، ده الفريق اللي يخوف اي حد. فرض شخصيته على المباراه. لعيبه الاهلي نازلين يا جماعه مطمنين لان في حكم عالمي، في حكم اكيد هيبقى عادل. لعيبه الاهلي يا جماعه نازلين عارفين ان الحكم هيبقى عادل جدا. لعيبه الاهلي اديهم العداله هتشوف احسن فريق في الكون، احسن فريق في الكون. هي مشكله اللعيبه انهم كانوا بيبقوا خايفين الفتره اللي فاتت جدا، خايفين من الجماهير، من التحكيم لاقصى درجه.
بس الحمد لله الحمد لله. التحكيم امبارح كان في طرد لرمضان صبحي، كان في بنالتي للاهلي، بس ما تحسش ان الحكم انا قاصد اعمل فيك ده، انا عايزه اذيك. لا لا لا، القصه ما كانتش انا عايزه اذيك خالص. القصه كان الحكم عايز بس، يعني هو ممكن يكونوا قايلين له ده ماتش مش عارفه تنافسي، وضحكوا عليه بقى، وان بيراميدز ده فريق عظيم وده المنافس بتاع الاهلي، وعايزين نخرج بالماتش يعني لبر الامان. فممكن يكون عشان كده الحكم كان الى حد ما يعني عنده يعني تريث في القرارات وعقل كده. بس في الاخر حكم كبير، حكم عالمي، حكم اداك الثقه واداك، وجبنا بيهم بالثقه دي احنا عرفنا نجيب الثلاث نقط. ادي للاهلي تحكيم عادل هتشوف نتائج مبهره مبهره. ادوا للمنافس، خلوهم يلعبوا قدام فرق جد، فرق بجد بتلعب كوره، فرق محترمه، فرق عايزه تكسب. الاهلي هياخد الدوري. هو ده الطبيعي، هي دي الكوره يا جماعه. فانا شايفه ان الحمد لله يا رب، يعني كل حاجه امبارح كانت ترتيب ربنا بالكامل، ان الدنيا كلها تطلع كده. الجمهور، الحكم، المدرب، اللاعبين، المنافس، يعني منافس الزمالك، اسوان. كان يوم مكتمل، كان يوم مكتمل، يوم عادل بمعنى الكلمه. ألف مبروك للنادي الأهلي، فوز مهم، 3 نقط مهمين جدا 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 في مشوار البطولة القادم. إن شاء الله أفضل جدا جدا، والأهلي هيفضل فوق الجميع. إحنا الأهلي، أنتوا مين؟